بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه آية عظيمة حدثنا فيها البارئ جل جلاله عن نملة تتكلم في زمن سيدنا سليمان. فقد آتى الله تبارك وتعالى هذا النبي الكريم سليمان عليه السلام، آتاه معرفة بلغة الطير ولغة النمل. وعندما كان يمر بجيشه بالقرب من وادي النمل، قالت هذه النملة محذرة بقية النملات أن يدخلوا إلى مساكنهم لكي لا يحطمنهم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. بعض الملحدين اتخذ هذه الآية مثار سخرية واستهزاء بكتاب الله عز وجل، وقال بعضهم إن القرآن يحوي الكثير من الخرافات والأساطير والحيوانات والحشرات تتكلم وغير ذلك. ولكن سبحان الله يأتي العلم الحديث ليثبت تماما دقة وصدق هذه الآية العظيمة. فقد كشف العلماء أخيرا أن للنمل لغة خاصة يتخاطب بها بين بعضهم، وكشفوا أيضا أن النمل يتخاطب بواسطة الترددات الصوتية. يعني إذا وضعنا آلة تسجيل حساسة جدا بالقرب من النمل فإنها ترصد ذبذبات صوتية منخفضة جدا، ولكن بعد تكبيرها يمكن سماع صوت النمل. بعد دراسات طويلة تبين للعلماء أيضا أن النملة الأنثى هي التي تتولى مهمة التحذير. فعالم النمل عالم شديد التنظيم والدقة، وكل نملة لها عمل محدد في المستعمرة، ولكن دائما النمل يضع نملات محددة على مسافات من المستعمرة. هذه النملات لها عمل يشبه جهاز المراقبة، تراقب وتحذر. وهذه النملات هي الأنثى وليس الذكر بل الأنثى. والنمل ينظم مساكنه بطريقة فنية وهندسية رائعة، فيصنع البيوت والمساكن لتقيه من حر الشمس ومن مطر الشتاء، وينظم هذه المساكن فيحدد غرف خاصة لليرقات الصغيرة، غرف للبيوض، غرف للغذاء، غرف لمجموعات النمل، وهكذا بدقة مذهلة. الكثير من الحقائق كشفها العلماء في عالم النمل الغريب. أيضا كشفوا حقيقة مهمة، أن الغلاف الخارجي للنمل صلب جدا ويتكسر مثل الزجاج. الآن بعد أن رأينا هذه الحقائق في عالم النمل، نعود للآية الكريمة ونتأمل الإشارات العلمية الواردة فيها. أولا يقول تبارك وتعالى:
حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت انظروا معي، قالت نملة، يعني حدد لنا القرآن أن النملة الأنثى هي التي تحذر، قالت نملة. هذه الإشارة العلمية الأولى التي أثبتها العلماء حديثا. الإشارة العلمية الثانية في قوله تعالى قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، الإشارة هنا إلى وجود لغة وصوت للنمل يمكن سماعه. طبعا سيدنا سليمان عليه السلام سمع هذا الصوت وفهمه، وهذا معجزة له في ذلك العصر. اليوم تمكن العلماء من تسجيل هذه الأصوات، هذه الذبذبات الصوتية التي يطلقها النمل أثناء ممارسة حياته اليومية، ويحاولون الآن فك هذه الشفرة أو فك رموز هذا الصوت. الإشارة الثالثة في قوله تعالى يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، فقد استخدم القرآن لفظ مساكن، وبالفعل أثبت العلماء أن النمل يبني مساكن تماما مثل البشر منظمة، وفيها فتحات تهوية، ويراعي اتجاه الشمس واتجاه الريح بدقة لا تقل عن أبرع مهندس من البشر. والإشارة العلمية الرابعة في قوله تعالى لا يحطمنكم سليمان وجنوده، حيث كشف العلماء أن الغلاف الخارجي للنمل صلب جدا ويتحطم ويتكسر مثل الزجاج. وهذه الإشارات العلمية تشهد على أن هذا القرآن كلام الله لا يحوي أساطير أو خرافات، بل هو كتاب الحقائق العلمية. وهذا يشهد أيضا على صدق هذا النبي الكريم وصدق رسالة الإسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.